هتعمل ايه لو سمعت حد بيتنفس وراك وانت متأكد انك لوحدك؟ بص، القصة دي مش تخمين ولا حكاية حد قالها. بمكالمة طوارئ مسجلة وموثقة. في 2006 راجل في الأربعينيات عايش لوحده في شقة عادية جدا. لا بيت مهجور ولا مكان غريب، شقة طبيعية في حي هادي. الساعة كانت حوالي 2 بعد نص الليل. الراجل ده صحي مش مفزوع ولا من كابوس، صحي على صوت، نفس، نفس تقيل، واضح وقريب، كأن حد واقف جنبه بالظبط. في الأول افتكر إن هو يمكن مجهد يمكن تعبان، لكن وقف نفسه والصوت ما وقفش. الصوت كان موجود حتى وهو ساكت. ساعتها حس بإحساس غريب، الإحساس اللي يجيلك لما تحس إن في حد في الأوضة بس عقلك رافض يصدق. قام بهدوء، بص حواليه. الأوضة فاضية، الأنوار مطفية، باب الشقة مقفول والشباك كمان مقفول، لكن النفس لسه موجود. مش سريع، مش بطيء، نفس بني آدم واقف وبيتنفس. الراجل مسك موبايله واتصل بالطوارئ. وعلى فكرة، المكالمة اتسجلت، وهي دي أخطر حاجة. الموظف رد عليه. الراجل كان صوته ثابت نسبيا وقال له: أنا محتاج حد يجيلي فورا، في صوت نفس معايا في الشقة. الموظف افتكرها نوبة هلع أو قلق وسأله: حضرتك لوحدك؟ الراجل قال له: أيوه، بس الصوت مش بتاعي. وفي اللحظة دي الموظف نفسه سكت، لأن الصوت كان مسموع في المكالمة. تخيل، نفس واضح داخل وخارج، كأنه حد حاطط بقه وقريب من المايك. الموظف قال له: حضرتك سامع الصوت دلوقتي؟ الراجل رد: أيوه، واقف ورايا. لاحظ كلمة واقف، مش حواليا، مش في الأوضة، واقف ورايا. الموظف طلب منه يلف. الراجل لف وهو ماسك الموبايل، والصوت لف معاه. مش بيتحرك في المكان، لأ، الصوت ثابت بالنسبة له. المكالمة استمرت حوالي 6 دقايق. في كل دقيقة النفس موجود، واضح، نفس واحد، مش اتنين، مش تسجيل، نفس حي. الراجل بدأ صوته يوطى، مش من الخوف، من التركيز، كأنه مش عايز اللي وراه يحس بيه. قال: هو مش بيقرب، بس مش بيبعد. الشرطة والإسعاف اتحركوا فورا، والموظف طلب من الراجل يفضل في مكانه وما يقفلش المكالمة. وفجأة، وفي آخر دقيقة، النفس وقف مرة واحدة. الموظف سأله: الصوت راح؟ الراجل رد بعد ثانيتين صمت: أيوة، بس الإحساس لسه. بعدها بثواني الخط فصل. لما الشرطة وصلت، الشقة كانت مقفولة من جوه، والراجل قاعد على السرير واعي، مش مصاب ولا في أي علامات اقتحام. فتشوا الشقة سنتي سنتي، مفيش أي حد، ولا جهاز ولا تسجيل ولا تفسير. الأغرب، الموبايل بتاعه كان شغال والمكالمة متسجلة، ولا تفسير. الموبايل بتاعه كان شغال والمكالمة متسجلة، تظهر فيها صوت نفس مش بتاعه ولا بتاع الموظف. التسجيل اتراجع من أكتر من جهة، وكلهم قالوا نفس الكلام: الصوت حقيقي، بس مصدره مش معروف. الراجل بعدها ساب البيت ومشي من المكان كله، رفض أي مقابلات ورفض يتكلم، وقال جملة واحدة بس قبل ما يختفي من الإعلام: أنا مش خايف من اللي سمعته، أنا خايف من اللي كان واقف وبيتنفس ومش محتاج يظهر. احنا دايما بنفتكر إن الرعب لازم يتشاف أو يتحس أو يهاجم، بس أحيانا أكتر حاجة مرعبة إنك تسمع وتكون متأكد إن اللي بتسمعه مش المفروض يكون حقيقي. السؤال مش المفروض يكون ليه مشي، ليه كان موجود، أو حتى كان إيه. السؤال الحقيقي هو ليه مشي وساب وراه تسجيل. لو القصة عجبتك طبعا اعمل سبسكرايب واعمل لايك واعمل كومنت عشان يظهر لباقي الناس.